مفيش أجمل من إنك تكون مشهور واللي بتعمله يكون اللي حواليك مهتمين بيه وحابين يتابعوه. علشان كده اتولدت فكرة الترند وحب التميز، وعلشان ده يتحقق لازم تختار في شغلك كل شيء مختلف تجذب بيه الانتباه وتلفت الأنظار، ومن غير تفكير ومن غير حوار جنى هتولعها نار. المرة دي حلقتنا غير، لأننا هنتكلم عن الغير، هنتكلم عن واحدة بتحب تشتغل بشكل مختلف وبتحب تعمل ضجة وفرقعة في برنامجها. طبعا مش وحش إن الواحد يهتم بشغله ويحب إنه يكون مميز ومختلف، بس هنا هتلاقي في ناس مختلفة وناس تانية متفقة على شخصيتها وطريقتها في شغلها، لأنها فعلا بتحب تخلق حالة من الجدل. يا ترى هي مين؟ ايوه، هي الاعلاميه بسمه وهبه. هي اللي في خلال السنوات الاخيره قدرت تخلق حاله من الكلام المختلف عليها، يعني تلاقي ناس معاها وبتحبها وبتحب اسلوبها، وناس تانيه مش حابه الطريقه من اساسه. طبعا الاعلاميه بسمه وهبه ليها اكتر من برنامج مختلف، منها برنامجها الشهير في رمضان، وبرنامج تاني بيتذاع خلال الايام العاديه. ربنا يوسع عليها وعلينا يا رب. ندخل في الموضوع ومن غير لف ولا دوران. البرنامج الرمضاني للاعلاميه بسمه وهبه بيخلق حاله كبيرة من القيل والقال، وتحس انه برنامج بيوقع الناس كلها في بعضها، والطريقة دي بتضايق ناس كتير. بس هو البرنامج ماشي وبيجيب مشاهدات بالملايين على السوشيال ميديا وبقى عامل احلى شغل. طبعا ان يبقى طريقة او النهج بتاعك في الشغل الفرقعة والضجة الاعلامية مش شيء وحش، بس يكون بالطريقة اللي على الاقل التلات ارباع يتقبلها. لكن حالة الانشقاق اللي بنشوفها بين المشاهدين مع الاعلامية بسمة وهبة تقريبا مش بنشوفها مع اعلاميين كتير. يعني من ضمن الحلقات اللي عملت ضجة كبيرة في البرنامج الرمضاني ده حلقة حسن شاكوش وزوجته، وكان أول ظهور ليهم بعد جوازهم بفترة قليلة. مش هنكذب طبعا، أكيد ده انفراد، بس ما يبقاش انفراد وخراب ديار، وده اللي حصل فعلا. كان انفراد والحلقة جابت ملايين المشاهدات، لكن في الحلقة حصل موقف كده بين شاكوش وزوجته وبان عليها قوي إنها زعلت من الكلام واتضايقت، وطبعا النفوس شالت جدا. بس يا جماعة حصل خير، هو موضوع وانتهى. طبعا الحلقة خلصت والكل قال انه انفراد نجحت فيه الاعلامية بسمة وهبة، لكن محدش كان متوقع نهائي انها تعمل انفراد باول ظهور لطليقة حسن شاكوش برضه. ايوه، ما هو كان مسك الختام بقى. السبب طبعا ان في حلقة شاكوش وزوجته في البرنامج الرمضاني ده زي ما قلنا من شوية ان كان في خلاف ظهر خلال الحلقة، وطبعا ده كان بسبب الاسئلة اللولبية اللي كانت بتسألها الاعلامية بسمة وهبة لشاكوش، فطبعا ده خلق حالة من الضيقة بينهم. ما علينا، الانفراد اللي اتعمل علشان يكون اول ظهور لزوجين بس بقى انفراد تاني خالص، وده اكيد علشان اتطلقوا. وظهور طليقة شاكوش المرة دي كان بسبب طلبات كانت عايزاها منه، ايا كانت هي ايه ملناش دعوة. ده نموذج لبرنامج المفترض انه يكون هادف، لكن للاسف كان سبب في خلق حالة انفصال بين زوجين. حتى ده مش رأينا لوحدنا، ده رأي ناس تانية كمان في التعليقات. منهم اللي قال يا اختي شحال ما انت اللي موقعاهم في بعض، وواحدة تانية بتقول شحال لو ما كنتيش انت اللي موقعاهم في بعض يا ست بسمة. اما التعليق ده كان نوع من الصراحة المطلقة حبتين. دكتورة بسمة انت السبب في الطلاق. طبعا ده جزء من التعليقات مش الكل، وفي برضو اللي كان بيعلق على الضيوف بشكل عام وعلى الحلقة نفسها. لكن دي مش حلقة استثنائية كده، لا طبعا في حلقات تانية مختلفة بتكون قايمة على خلاف على وجهات النظر بين اتنين فنانين او اتنين مطربين او اي اتنين في العموم، وتبدأ الاسئلة علشان الخناقة تقوم بسبب سؤال يسخن الضيف، يروح هوب مجاوب اجابة تزيد من الطين بلة. تعالى بقى نروح للنموذج التاني من الاعلاميه بسمه وهبه، بس المره دي شخصيه مختلفه تماما عن اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شويه. الشخصيه دي بقى من سماتها الالتزام والتدين، خاصه في حلقات ذكر البيت والانشاد في حب رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا نوعيه الحلقات دي بتكون قريبه لقلوبنا جميعا، لانها بتعمل حاله من الروحانيات الحلوه كده، لكن زي ما بنحبها واكيد بنعيش في اجواءها وروحانياتها، لكن تلاقي اللي يعيب الحلقات دي ان بيكون فيها الاداء اوفر حبتين زي ما هنشوف كده دلوقتي. المدد يا سيدة. لو البعض اعتبر ان ده انتقاد للاعلاميه بسمه وهبه، فاكيد ده عشان هي اعلاميه مميزه وناجحه وعامله حاله عامه من الجدل حواليها. عامه خلونا نرجع لاول نقطه في الحلقه من تاني، وهي الترند اللي بقى اهم شيء في حياه بعض الناس، وبالنسبه لهم نجاح كبير بيوصلوا ليه. يوصلوا ليه ازاي مش مهم، بس الاهم انهم وصلوا وحققوا اللي هم عايزينه حتى لو على حساب الغير.
عموما كده او كده يا ريت ما ننساش ان مع كل ترند ومع كل حوار جنى هتولعها نار. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اشوفكم في حلقة جديدة وترند جديد، وسلام عليكم.